مثل بيقول إذا حالفك التوفيق لو قعدت تغني الله بيعطيك، وإذا ما حالفك التوفيق قد ما رقدت بالتمجوعة. شو هذا التوفيق؟ هل التوفيق يأتي من الله لمن ابتعد عن الله؟ هيك شيء قاسم؟ لا، إذا استقمت مع الله حالفك التوفيق، وإذا خالفت أمر الله أن يأتيك التوفيق. ممكن يجي المخالف لأمر الله ممكن يحالفه التوفيق، ممكن بحالة واحدة. شيخي ما ممكن، لا ممكن تجده بعيد عن الله وماديا الله بيعطيه أكثر ما يستحق، ويمد للظالمين مدا. إن الله يمد للظالمين حتى إذا أخذه لا يفلته ويقيم الحجة عليه. أعطيناك فأعرضت عنا، فاليوم نحن نعرض عنك، حضر حالك. فإذا أعرضنا عنك اليوم من أين يأتيك؟ طبعا نمجي. إذا التوفيق ابتعد عنك ممكن تصير زلمة. إذا خدمت عباد الله وما طلبت، هل الله يعطيك؟ شو شيخ حسان بيعطيك؟ إذا أنت خدمت عباد الله لله، هل الله يعطيك؟ إذا وعدت بيعطيك شيء ظاهر؟ بيعطي ولا لا؟ ما بيعطي عطاء محدود، بيعطي عطاء بغير حدود. في شيء ظاهر، عطاء بغير حدود. أهل السنة يؤمنون بالله تعالى بأنه أجرى العادة أن يخلق النتائج عند الارتباط بين الأسباب والمسببات، ويؤمنون بأن الله تعالى لا يستعين لا بأموالك ولا بمصلحتك ولا بعقلك ولا بعلمك، يعطيك على حسب صدقك مع الله، يعطيك على حسب وفائك مع مخلوقات الله، يعطيك على حسب استقامتك على طريق الله. والاستقامة على طريق الله هي استقامة مع خلق الله. كذاب، غشاش، ما له وعد، هل يوفق في عمله؟ هي شو خاصة مع هي الأسباب والمسببات مرتبط بعضها ببعض. كما تكون مع الله تكون مع مخلوقات الله. فإذا عاملت الخلق على أنهم عبيد الله وأنت من عبيد الله، هل تستطيع أن تضيع حق لأحد من الخلق؟ فإذا ما ضيعت حق لأحد من الخلق، هل الله يراك؟ وإذا هي من رأى وهي ماشي حالة ويعمل حالك ما عنده خبر، هل الله يطلع عليك ويعطيك؟ إذا منعك لأمر يعلمه فيك، وإذا أعطاك لعمل يعلمه فيك، فإذا استقمت مع الله تجد الله معك مدى الحياة.